معانا فيديو العروسة المغصوبة على الزواج وكمان مفاجآت حول الفيديو. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت بمقطع فيديو بتظهر فيه عروسة وبيظهر على وجهها ملامح عدم الفرحة وتعابير الاستياء عند رؤية عريسها في المحل الخاص بصالون التجميل اللي هو الكوافير يعني. والفيديو بتاعها اتصدر منصات السوشيال ميديا بعد نشر من قبل الميك اب ارتست على الحساب الرسمي بتاعها، والفيديو اتصدر الترند على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان المغصوبة، وده كان نظرا لملامح العروسة اللي كانت بتبدو عليها ملامح الاشمئزاز وعدم الرضا بمجرد النظر لعريسها. وفي اول تعليق على الفيديو المنتشر قالت الميك اب ارتست الخاصة بالعروسة ان الفيديو ده كان طالع من حفلة الخطوبة وما كانش جواز، يعني ما كانتش ليلة الدخلة. وكمان قالت ان واضح من ملامح العروسه انها ما كانتش موافقه على الزواج وكان باين عليها عدم القبول وعدم الرضا. والميك اب ارتست بتقول ان هي ما اتكلمتش معاها، لكن الطريقه اللي جابت بها عريسها وتصرفاتها بتدل على الكلام ده، ان هي مش عايزه او مش حابه الجوازه دي. وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جت تعليقات كتيره جدا على الفيديو. من بين التعليقات اللي كانت جايه على الفيديو تعليقات كتيره بتقول ان ده مش العريس وان ده اخوها وان كان حصل بينهم خلافات كتيره، علشان كده هي كانت زعلانه لما راح استلمها او لما راح لها الكوافير. واحد المتابعين قال للناس اللي مش فاهمه ان ده اخوها مش العريس وان هما بقالهم سنين مش بيكلموا بعض بسبب مشاكل عائليه، وكتير من الناس حاولوا انهم يصلحوا ما بينهم لكن البنت رفضت، ويوم الفرح كان لازم يتصالحوا والمشهد طلع كده والناس فهمته غلط. وواحد كمان تاني قال يا جماعه ده اخوها وهي زعلانه منه، ولما راح لها الكوافير ما كانتش راضيه تقابله وهو جه عشان يصلحها ويوديها لعريسها، بس طبعا اللي اتضح في الاخر ان هو عريسها مش اخوها خالص.